تستمر حالة الغموض بشأن مستقبل الجزائري يوسف البلايلي لاعب نادي أجاكسيو الفرنسي السابق، في ظل امتلاكه العديد من العروض سواء للاستمرار في أوروبا أو العودة إلى المنطقة العربية. تلقى البلايلي عرضاً جديداً خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو العرض الذي قابله النجم الجزائري بموافقة مبدئية، والذي قد يجعله يواصل رحلته الاحترافية في القارة الأوروبية. فما القصة؟ على مدار الفترة الماضية أثار النجم الجزائري يوسف البلايلي جدلاً واسعاً كعادته، ولكن هذه المرة بشأن مستقبله ورحلته القادمة بعد الرحيل المفاجئ عن أجاكسيو الفرنسية. الدوري الفرنسي لم يكن الوجهة الأفضل للبلايلي، ولم يجد هناك أفضل مما وجد في رحلاته القصيرة السابقة في المنطقة العربية منذ الرحيل عن الترجي التونسي. من أنجي إلى بريست وأخيراً أجاكسيو، رحلات قصيرة كلها انتهت بالفشل في فرنسا، ليس فقط على المستوى الفني، لكنها دائما أسباب لا علاقة لها بكرة القدم. أيها السادة، إنه يوسف البلايلي. انضم البلايلي إلى أجاكسيو في شهر أكتوبر الماضي فقط بعد الرحيل عن بريست لأسباب كالعادة ليست فنية، وأزمة كبيرة مع مواطنه إسلام سليماني الذي اتهمه بالتسبب في رحيله عن الفريق. مع أجاكسيو على المستوى الفني قدم البلايلي أداء جيدا، وكان أحد أهم عناصر الفريق الفرنسي الذي كان مهددا بالهبوط. وبشكل مفاجئ اختفى البلايلي قبل أيام من نهاية المسابقة وفي المرحلة الحاسمة. الصحافة الفرنسية كشفت أن البلايلي ليس فقط متغيبا عن تدريبة أجاكسيو، بل أنه رحل عن فرنسا تماما، وبعد اكتشاف وجوده في مسقط رأسه بوهران الجزائرية ادعى أن السبب هو وفاة عمه. لم يمر الكثير من الوقت للكشف عن أن السبب الحقيقي هو هرب البلايلي ليعاقب فريقه على عدم منحه مستحقاته المتأخرة، بخلاف شعوره بالتعرض للخداع من جانب أحد الوكلاء أثناء توقيع العقد. النادي الفرنسي رفض الدخول في دوامة الشكاوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، نظراً لأن تكلفة هذه الرحلة لن تؤتي ثمارها المرجوة، واكتفوا بعدم منحه مستحقاته، وهو ما يعتبر حلاً مرضياً للطرفين. البلايلي بدأ رحلة البحث عن وجهته القادمة في ظل رغبته في اللعب سريعاً استعداداً للعودة من جديد إلى المنتخب الجزائري، وذلك قبل انطلاق منافسة كأس الأمم الإفريقية. وحصل البلايلي على العديد من العروض خلال الفترة الماضية، وكانت رحلة الاحتراف الأوروبية تعلن نهايتها، إذ أن كل العروض جاءت من المنطقة العربية وخصوصا تونس والجزائر. الترجي التونسي، والذي كان الشاهد على أفضل فترات البلايلي على الإطلاق، كان الوجهة الأقرب للنجم الجزائري، قبل أن تظهر عروض جديدة قد تبقي عليه في القارة الأوروبية. وفي الساعات الماضية تحرك نادي طرابزون التركي بشكل كبير لضم النجم الجزائري في الصيف الحالي، بعد طلب المدرب الكرواتي للفريق ضمه في أسرع وقت ممكن. النادي التركي رفع عرضه المالي خلال الساعات الماضية، بعدما كان عرضه الأول يقدر ب900 ألف يورو في الموسم الواحد، وهو ما دفع البلايلي للميل للموافقة على العرض. ومن المتوقع أن يكون البلايلي لاعباً في النادي التركي حال نجحت المفاوضات خلال الأيام القادمة، خصوصاً وأن هذه الفرصة تعتبر الأمل الأخير لإنقاذ مسيرته.